عزيزي محمد الشناوي، بقلوب يملأها الحزن والندم والحسرة على ما قالت في حقك يا حارس مصر الأول ويا أعظم حارس في تاريخ البلاد، أتقدم إليك نيابة عن جميع الشعب المصري باعتذار واجب عن ما قلناه في حقك، وأنه بعد ذلك مع ان انا قلت ان هو لازم يلعب بس تمام يعني لن يتم التشكيك في قدراتك مرة اخرى. شكرا جزيلا. اذا يا شباب، تقريبا محمد الشناوي بعد 7 سنين بياخد باله وبيقدر يصد الكرة اللي هتتشاط عليه من جنوب افريقيا. يعني كتر خير الدنيا قوي. سيبك ان احنا الشوط الثاني كنا بنلعب صد رده وواقفين ورا وبنقول لهم ايه، يعني بنقول بندعي وبنقول ربنا يسترها، بس ايه، ربنا سترها في الاخر الحمد لله. وفي الاخر بتقدر تاخد 3 نقط يعني مش مهمين في قمة الأهمية عشان تبقى أول ماتشين كسبت ال6 نقط. الكلام ده ما حصلش ولا البطولة اللي فاتت ولا البطولة اللي قبلها. يا ريت لو أنت بتتفرج تعمل حاجتين: تضرب تعظيم سلام لحسام حسن رغم العك اللي هو عكه بعد الطرد بس تمام، تنزل تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو بننزله، ويعني اشترك في القناة، يعني خليك جدع كده، يعني فاهم، اشترك في القناة يعني تبقى حبيبي. الحقيقة حسام حسن النهاردة كان نازل بأفكار أنا بالنسبة لي مميزة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن احنا لو بدأنا والله في بداية المباراة فكابتن حسام حسن قرر ان هو يلعب بالثلاث مدافعين اللي هو كان جربهم في ماتش اوزبكستان وكان باين ان هم الدنيا مش ماشية فيهم، لكن النهاردة بيقدر ان هو ينزل بخطة وتكتيك عالي جدا جدا جدا، لدرجه ان انا 9 لعيبه من ال11 اللي في الملعب انا بالنسبه لي كانوا مقدمين اداء عظيم جدا. مبدئيا كابتن حسام حسن لما لقى ان حمدي فتحي عنده مشاكل واضحه جدا في ان هو بيلعب في نص الملعب وان هو يلعب جنب مروان عطيه يعتبر لازقين في بعض، وان انت تبدا حمدي فتحي يبقى لعيب 6 جنب مروان عطيه، كانت الدنيا مش احسن حاجه وكان الراجل ملوش اي لازمه ولا اي ظهور. وانا الحقيقه كنت مستني اشوف حسام حسن هيقرر ازاي انه يتعامل مع الخطوره اللي موجوده عند المنتخب ده، اللي بتتمثل في الجناح بتاعهم والمهاجم بتاعهم والباك بتاعهم الباك اليمين. فتقريبا حسام حسن فعلا كان محضر بشكل ممتاز ومميز جدا جدا. مبدئيا لما انت لعبت بحمدي فتحي في خط الدفاع انت تقريبا قفلت الثغره او المسافه الكبيره اللي كانت بتبقى ما بين كابتن ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد الماتش اللي فات، وصدقني لو رامي ربيعه برضو لعب الماتش اللي فات كانت هتبقى نفس المساحه موجوده. غير كده ان انت الفرقه كانت كومباكت اكتر، الفرقه كانت مقربه من بعضها اكتر، خطوطنا كانت لازقه اكتر، الناس كانت عارفه ازاي تقف ازاي. فاستخدامك لحمدي فتحي والله في مركز قلب الدفاع او الليبرو يعتبر بمصطلح زمان، يعني ان هو بيبقى ما بين الاثنين قلوب دفاع، اداك ميزه كبيره جدا لما بتقدر ان انت تحضر وتطلع بالكره. البطء لسه موجود، التحضير بتاعك بطيء، طلوعك بالكره بياخد وقت طويل، بس على الاقل انت بتقدر انك تباصي وتقدر انك تطلع بشكل مميز. غير كده انت كان بيبقى عندك لعيب زياده دايما لما الكره بتتلعب في قلب الملعب، يعني يعني ايه الكلام المجعلص ده، يعني ان انت لما الكره بتتلعب على فوستر او على اللعيب نمره 10 بتاعهم كان دايما بيبقى في واحد سواء رامي ربيعه او حمدي فتحي، وغالبا كان بيبقى رامي ربيعه بيطلع اوت اوف بوزيشن ويبدا ان هو يقابل من قدام جدا جدا. وهتلاقي اصلا في الشوط الاولاني في كذا كوره رامي ربيعه طالع قدام خالص خالص خالص، بيقابل من بدري قوي وبيقابل تقريبا من عند دايره السنتر وبيكمل في ضغطه. فكان بيبقى عندك لعيب زياده في الضغط نص ملعب عشان تقدر ان انت تقفل عليهم نص الملعب وتسحب لهم لعيبه في نص الملعب فما يقدروش يطلعوا من نص الملعب او يطلعوا على المهاجم بتاعهم ويبداوا ان هم يعملوا خطوره ويتاح ليهم اصلا فرصه التسديد. طبعا في الشوط الاول، الشوط الثاني كانوا بيلعبوا مع الشناوي فاهم 1 في 1، حتى كده قدرت ان انت توقف للناس دي سلاحهم المهم جدا اللي هو اللعب من العمق. فدلوقتي لسه عندهم برضو سلاح اخطر بكتير وهو اللعب من الاطراف. زي بقى حسام حسن يتعامل مع الموضوع ده؟ انت والله حطيت حمدي فتحي او حطيت قصدي محمد حمدي ومحمد هاني ما بيلعبوش باكات، الاثنين وينج باكس، الاثنين واخدين الخط رايح جاي، خصوصا محمد هاني اللي كان عامل يعني حرام عليك يا انت، بيصعب عليك يا جدع، بيصعب عليك تعمل ماتش حلو. يعني الناس هتطلع وتشكره في محمد هاني هجوميا جامد ودفاعيا ماسك نفسه ومش عارف ايه، تقوم جاي ايه يا ابني ده يا ابني انت فقري، ايه يا ابني الفقر ده؟ انت بتصعب عليك الناس تقول عليك حلو، يعني بيصعب بتحز في نفسيتك قوي من الناس تشوفك كويس. يا ابني ايه يا ابني؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي التدخل ده في اخر دقيقه؟ ليه يا بابا؟ ايه يا بابا؟ حجز عليه يا حبيبي، حجز عليه، طلعه في الاوت. ايه ده؟
انا مش ممكن، تدخل غبي جدا. كابتن محمد هاني كان بيبقى دايما في ظهر الجناح بتاعهم، اول ما الواد ده بيستلم من على الجناح ما بيلحقش يلف، محمد هاني على طول في ظهره قافل عليه، والناحيه الثانيه برده محمد حمدي وبيميل عليه مروان عطيه او تريزيجيه اللي برده انا ما فهمتش هو كان بيلعب، يعني انا مش فاهم تريزيجيه ده، يعني انا مش فاهم هو كله بيقول لك كان له ادوار هو عمل ايه؟ طب ما فيش كل الكره كان بياخدها يطلع لي بقى في الاوت يا يروح يشوط في ايد الحارس تريزيجيه وزيزو. فده كان نتيجته ايه؟ نتيجته ان منتخب جنوب افريقيا مسك كوره عليك في الشوط الاولاني وفي الشوط الثاني، بس ما بيعملوش بيها حاجه. انت مش حاسس ان الناس دي ماسكه كوره؟ انت ما بتاخد منهم الكوره شكلك احلى بكتير وشكلك اخطر، وقادر ان انت تروح وقادر ان انت تلعب على الاثنين فراوده. انت حاطط مرموش وصلاح اثنين مهاجمين، انتوا الاثنين ما بترجعوش تدافعوا، فخلاص انتوا الاثنين قدام وهنلعب ب5-3-2 والكوره مش معانا. حاطط محمد هاني ومحمد حمدي الاثنين باكات مش مطلوب منهم يراقبوا مساحات كبيره دفاعيا، ودي مشكلتهم الاثنين دفاعيا، خصوصا محمد حمدي. فدفاعيا كانوا قادرين ان هم يتعاملوا بشكل مميز. وفي عمليه لما بنعوز ان احنا نقطع الكره او نقفل على الاجنحه بتاعتهم، بتلاقي ان الاثنين بيسيبوا مركز الباك ويطلعوا على طول يقابلوا الاثنين اجنحه، ما بيلحقوش يلفوا اصلا. وطبعا ده كان السبب في طرد محمد هاني. لو وصلت لحد هنا يعني ايه، قبل ما نكمل الفيديو حط لايك اشترك في القناه، يعني مش هتخسر حاجه، فاهم؟ لو حطيت لايك اشتركت في القناه ما فيش اي خساره تعود عليك يعني، فخليك جدع، خليك جدع. انت كده قافل على الناس دي العمق وقافل عليهم كمان اطراف الملعب، فانت حرفيا مكتفهم وقادر ان انت تتعامل بشكل مميز جدا. ده والكره مش معاك. طب لما بتقدر ان انت تاخد الكره وتسترجعها تاني، بتقدر ان انت تعتمد على ايه؟ انت بتعتمد على ان انت بتبني بثلاثه اللي هو حمدي ورامي ربيعه وكمان ياسر ابراهيم، وبتحاول ان انت تفضي يا اما زيزو يا اما مروان عطيه، واحد فيهم بينزل يسحب المهاجم معاه ويسحب اللعيب نمره 10 معاه عشان يستلم، فتقدر ان انت تفضي زيزو عشان هو اللي يستلم ويطور لك الهجمه. طيب هل زيزو كان بيعمل ده؟ الحقيقه لا، زيزو انا ما عجبنيش خالص، مع ان هو كان مطلوب منه ادوار انا كنت شايف ان هو يعني لو كانت رمى على الجناح كده هيبقى احسن، ان انت تلعبه في العمق وتطلب منه ان هو اللي يستلم ويسلم ويطلعك بالكره. انا ما حسيتش ان هو كان مميز في الحته دي، كان برده ليه ادوار ان هو بيطلع على الجناح، بس غالبيه الادوار دي او غالبيه الحته دي كانت بتاعت محمد هاني. هو اكتر لعيب كان ماسك الجناح اليمين، وكان الجناح اليمين بتاعه زيزو كان بيغطي معاه، بس انا ما حسيتوش. انا كنت شايف ان انت طالما مش ناوي تلعب بزيزو جناح يعتبر، العب بامام عاشور. لو هتلعب بزيزو فانت هتلعب بيه عشان يمسك هو الجبهه اليمين، مش هتمسكها له تمسك له الجبهه يعني. يبقى ساعتها تلعب بامام عاشور هو في الحته دي، لان هو احسن لعيب في البلد واحسن لعيب في المنتخب، يقدر ان هو يطلعك بالكره وياخد الكره ويمشي بيها مسافات ويقوم بعمليه حمل الكره لقدام. فكان هيبقى مفيد ليك اكتر بكتير في الادوار اللي انت عايز من زيزو يعملها. والناحيه الثانيه برده تريزيجيه تقريبا برده نفس الفكره، انت عايز ترمي له الكره او تقدر ان انت تطلع بالكره على مروان عطيه او زيزو وتسلم تريزيجيه الناحيه الثانيه ويبدا يعمل لك حاجه. فهو نفس الفكره. انا تريزيجيه واحمد سيد زيزو الاثنين ما قدموش اي حاجه بالنسبه لي، ما عجبونيش لا في الشوط الاولاني ولا في الشوط الثاني. حتى لما بقيت ان انت راجع ورا خالص بعد الطرد وهنيجي للحته دي، انت مش قادر تطلع عليهم، مش مفيدين باي شكل من الاشكال. انت كنت معتمد على صلاح بترمي له الكوره سلك ما سلكش بقى انت ورزق. بس برغم ده انت كنت قادر تمسك كوره او قادر ان انت تطلع بالكوره. ليه؟ لان جنوب افريقيا زي ما انا قلت لك امبارح لو انت شفت الفيديو، يعني ان منتخب جنوب افريقيا يمكن منتخب بيحب يمسك كوره، لكن في نفس الوقت هو ما بيقابلش من قدام قوي. هو مش المنتخب اللي هيضغط عليك ويقفل عليك مساحات من قدام ويعوز يقطع الكوره في وقت سريع. لا عادي، هم ممكن يسيبوك تنقل، بس لما هيقطعوا الكوره هيحتفظوا بيها شويه. لولا ان انا كنت شايف ان انت عندك مشكله في نهايه الهجمه، ان عمر مرموش كان بيطول في الكوره بشكل كبير جدا. يعني في كذا كوره طول فيها، منهم كوره اصلا هو خلاص قطع يعني لما خلاص لجوه شوط بقى قام جاي واخدها لبره في قرار انا مش فاهم ده كان ايه، مش فاهم الصراحه. فهو عمر مرموش عنده حته زياده كده انا مش فاهم ايه لازمتها الصراحه. ويمكن محمد صلاح برده في الشوط الاولاني جاب لك ضربه الجزاء، وهي زي ما قلت لك خطوره صلاح في العمق. هيقدر ان هو يعمل لك حاجه، هيقدر ان هو يبقى مفيد ليك في شيء. يمكن مش هياخد الكره، مش هيبقى بيرقص، مش هيقدم لك اداء باين عليه يعني ان هو مفيد قوي هجوميا. هتلاقي ان ممكن اللعيبه بتقدم حاجات افيد من كده كمنظومه، لكن في الاخر انت حاطط الراجل ده عشان هو اللي ممكن يخلص لك الماتش. زي ما حصل الراجل بذكاء وفاهم بخبره، الواد خلاص لطشه بالبتاع نام في الارض. انا عايز بيلن، وطبعا كوره طبعا هو ضربه في وشه، يعني هو الراجل ضربه في وشه، ما ملناش علاقه بقى، ضرب في وشه يبقى ضربه جزاء. وطبعا بيقدر ان هو يتحصل على ضربه جزاء عشان ويخش محمد صلاح ويحط لك ضربه الجزاء. احسن سيناريو كان ممكن يجي في خيال حسام حسن ما كانش هيوصل للمرحله دي، ان انت تقدر ان انت يجي لك ضربه جزاء
ومقفل عليهم مساحات، حرفيا ما شاطوش كرة على الشناوي طول الشوط الاولاني، وتخرج كمان متقدم 1-0. لكن بيقرر محمد هاني العدو نفسه الاول في البلد ان هو ياخد طرد مالوش ريحه اللازمه وانذار ما تفهمش ليه اساسا، عشان يلخبط حسام حسن، يخلي حسام حسن الدنيا يعني ايه مش احسن حاجه بالنسبه له، وياخد طرد، ويبقى حسام حسن مطلوب منه في الشوط الثاني ينزل بقى يفكر هو هيعمل ايه في الموضوع ده، عشان حسام حسن يبدا ان هو يغير في الشوط الثاني. فانت بتنزل الشوط الثاني، حسام حسن بيقرر يسحب عمر مرموش، ودي الصراحه انا استغربتها. يعني انا مش مقتنع ان انت تسحب عمر مرموش. لو هتسحب حد اسحب تريزيجيه، لانه ملوش اي لازمه، ملوش اي فايده. يا جدعان ملوش اي فايده في الملعب. بيعمل ايه؟ هجوميا مش مفيد، انت بتحاول تديله ادوار مركبه وبتاع مش عارف يعملها، مش مفيد، مش مفيد. ما بياخدش الكره ويمشي بيها ويقدر ان هو يكسبك ارض، ما بيعملش حاجه، ما بيعملش حاجه قدام الكره. كل كره ياخدها عايز يتنيل يقطم، يخرب بيت ده ار2 ويخرب بيت دي شوطه عرفنا بيها يا عم. يا عم خلاص كفايه يا عم، في ايه؟ كل كره واخدها داخل جوه انا هشوط. يا حبيبي يا حبيبي انت ما بتعرفش خلاص خلاص، يعني حكمه ربنا هنعترض يا ابني؟ يا ابني مش هتعترض يا ما خلاص، ما يا حبيبي خلاص هنعمل ايه طيب؟ لكن مصر انا هشوط، ومصر انا بتاع. فانا مش فاهم انت ازاي تقوم جاي ساحب عمر مرموش وسايب الراجل ده في الملعب. يا عم ماشي ماشي، نزلت امام عاشور، انا قلت بقى ايه بالعقل والمنطق، انت هترجع زيزو ياخد دور هاني، ويبدا ان هو ياخد الجناح، وهو اللي يبقى في ظهر صلاح، او يبقى هو اللي واخد الجناح ويدافع كمان، ياخد ادوار هاني من الاخر، وتلعب امام عاشور وترجع ورا يا سيدي، بس تطلع على امام عاشور. فبيقرر حسام حسن في لقطه غريبه جدا ان امام عاشور هيلعب باك، ودي انا ما فهمتهاش. طب انت دلوقتي مقتنع ان زيزو قادر يعمل الادوار دي؟ لا، زيزو زي ما قلت لك ادواره كلها لازم تبقى على الطرف، هتدي له ادوار في نص الملعب مش هيبقى مفيد ومش هيعرف يعملها. فان انت لما تنزل امام عاشور اللي دي اساسا دي حتته وهو اللي بيعرف يلعب الحته دي، فتقرر ان انت لا يا امام انت هتلعب باك، لا انت كده احنا كده بنهزر، احنا كده بنهزر. يعني فاهم انت طول الشوط الاول شوط اول تاريخي، احسن شوط لمصر مع حسام حسن بالنسبه لي من كل اشواط، حتى احسن من الماتش اللي فات. انت احسن في كل الجوانب، دفاعيا وهجوميا، وقادر انك في نص ملعبك قوي وكل حاجه. لكن ان انت تعمل تبديله زي دي وامام عاشور هو اللي بقى مطلوب منه يبقى باك، دي انا ما فهمتهاش خالص الصراحه. وخلاص حسام حسن قال لك احنا هنشتغل، ومن اراد المتعه فليذهب الى اي حته بقى، يذهب الى السايبر. فاحنا مش هنلعب كوره، احنا هنرجع ورا. ولدرجه ان افريقيا كانت بتقسم علينا جوه ال 18، يعني افريقيا جه عليها فتره في الماتش كانوا بيقسموا جوه ال 18، بيباصوا باصات قصيره جوه ال 18 بتاعنا، لولا ان انت عندك واحد ورا واقف كتر خير الراجل. بص يعني مفيش شوطه مفيش حاجه، مع الراجل عمل كل حاجه، كل حاجه. الراجل النهارده بيقول يا جدعان انا لسه حارس قوي، ولسه حارس قادر ان انا في ماتشات فعلا اشيل الفرقه. وفعلا النهارده هو شال المنتخب طول الشوط الثاني. انت اتشاط عليك كتير قوي مع انك دفاعيا كنت قادر تمسك نفسك شويه في الشوط الثاني، لكن في الاخر كان بيتشاط عليك وبيتحط عليك كور عادي جدا. بس خلاص يعني تمام، يعني مش مشكله، مش مشكله، بتقدر ان انت تدافع وتقف ورا وتلعب على المرتده اللي ما كانتش موجوده. انت كنت سايب صلاح قدام صلاح لوحده واقف فاهم بيتشمس قدام، وبترمي له الكره استلمها وعرفنا نعمل حاجه كتر خير. دي ما استلمهاش خلاص، ما استلمهاش خلاص، مش حاطط معاه اي حد يقدر ان هو يعمل لك اي حاجه هجوميه. وانا مش معترض، انت مطلوب منك لعيب فانت عايز تدافع منطقي، بس انت برضو لازم تحط لعيب زي امام عاشور بقى. يعني انت عايز بقى لعيب بقى يطلعك بالكره في طريق في وقت ان انت يعني حتى تاخد بالك لما زيزو طلع في اخر 10 دقائق وامام طلع نص ملعب وشحاته رجع ورا، ده كان تبديل هو اصلا المفروض يحصل، يعني هو اللي المفروض يحصل. انا كنت شايف ان انت اسحب زيزو، طلع زيزو، هات محمد شحاته لعبه، او اسحب قصدي تريزيجيه مش زيزو، اسحب تريزيجيه، نزل محمد شحاته، ودي محمد شحاته باك يمين، وخلي امام عاشور في نص الملعب، نزله كمان مكان زيزو. فكنت هتبدا ان انت ليك شكل هجومي كمان في الشوط الثاني، كنت هتبقى بتدافع ورا ماسك نفسك ومتماسك، بس كنت هتبقى معاك امام عاشور وصلاح الاثنين ومرموش، كنت هتبقي صلاح ومرموش وامام عاشور الثلاثه يقدروا ان هم لوحدهم يشيلوا الهجوم فاهم، وامام عاشور هيبقى بيدافع، وتريزيجيه كده كده ما كانش بيدافع اصلا كويس، يعني ما كانش مفيد قوي يعني. لكن بتمشي في الشوط الثاني وبيفضل الشناوي يشيلك والدنيا زي الفل، وتبدا بقى انك تعمل تغييرات، بتلبس ضربه جزاء، لكن ربك فاهم بيستر. انا ما اعرفش هي بيلين ولا لا الصراحه يعني، بس اللي انا شفته كتير ان اللعيب الايد اللي هو ساند عليها ما بتتحسبش بيلين، هي من جوه ولا من بره الزاويه دي ما تبينش، يعني هي من جوه ولا من بره دي مش باين. بس هل
انت دلوقتي المفروض ان الراجل ساند بايده. فاللي انا اعرفه وشفته كتير جدا ان طالما دي الايد اللي هو بيرتكز عليها وهو بيتزحلق او هو بيقع على الارض، فدي ما بتتحسبش ضربه جزاء. فاهم يا عم؟ هي ضربه يا عم، مش مشكله، هي ضربه جزاء مش مشكله، المهم ان هي ما اتحسبتش يعني. مش قصتنا، احنا مش ناس حقانيين قوي يعني. عشان يقدر منتخب مصر بفضل محمد الشناوي وبفضل يعني بعد ربنا طبعا بفضل محمد الشناوي وضربه الجزاء بتاعت صلاح ان هو يكسب ماتش مهم جدا قدام جنوب افريقيا ويضمن الصعود بنسبه 100% ان شاء الله. خلاص مصر خلاص صعدت الحمد لله. وانت الماتش الجاي محتاج نقطه وحيده من قدام انجولا وتقدر ان انت تصعد اول يا باشا وتبقى امورك زي الفل. بس يا سيدي لو وصلت لحد هنا حط لايك، اشترك في القناه، فاهم، فعل زر الجرس، يعني خليك جدع كده يعني، فاهم. لو دوست اشتراك يعني فاهم مش هيحصل اي حاجه، هي في ثانيه واحده، مش فاهم، مش صعبه وما فيهاش اي مجهود. وسلام يا معلم.